الطلاق الصامت. إيه هو الطلاق الصامت؟ بين قوسين الموت البطيء، الموت إكلينيكيًا. الطلاق الصامت ده من أخطر أنواع المشكلات الزوجية، لإن العلاقة بتكون مستمرة شكليًا. إزاي يا عم أيمن بتقول الكلام ده؟ أو إزاي الكلام ده بيحصل؟ بتبقى الحياة ميتة من الداخل، ولمّا يكون الزوج بخيل ويخبّي عن زوجته كل شيء، فأنا باقول بخبرتي المتواضعة تعالَ أمّا أقول لك ونشوف أصل الحكاية. قبل أصل الحكاية يا جماعة، لازم أول حاجة إيه السبب اللي خلّى إن يكون بيني وبين زوجتي أو أي واحد بينه وبين زوجته طلاق صامت. الطلاق الصامت ده بيبقى على حسب تغيير الظروف المالية والنفسية، بتبقى ضغوط دايمًا خارجية غالبًا يعني، زي الشغل والعيلة، ولو كان عليه الزوج ديون، ولو حصل أي حاجة في أي حد فيكم وصّلتكم لعدم الأمان مع بعض، لازم أول حاجة تفكّر فيها إن أنت تعرف تبقى تخلّيك كده إيه، راجل هادي كده وتحسّن العلاقة بينكم وبين بعض. بالنسبة للزوجة، حاولي تتكلّمي معاه بصراحة بس من غير إنِّك توجّهي له أي لوم وأي عتاب. أنتِ عارفة ليه؟ لإن بطبيعة الراجل أصلًا جيناته ما بيحبّش حد يتّهمه، وخاصةً لمّا يكون بقى إيه، يعني زوجته واللي يمتلكها واللي هو يعني عمل كل حاجة في الحياة عشان إن هو يكوّن بيت ويكون عنده زوجة تسمع له وتطيع، وإن هو بيحس إن هو بيمتلكها. وبرضه النساء يعني عندهم حاجة كده يعني غريبة شوية، يبقى عندهم حِجَج مُعلّبة كده، ييجي الزوج يقول لها حاجة تقوم جايبة له إيه، حِجة من على الرف. هو يقول أنا تعبان، تقول له ده أنا تعبانة طول النهار، ده أنا جعان، ده أنا أصلًا ما كلتش من امبارح. هو الزوج لمّا ييجي يشتكي مش بيشتكي لِك عشان ده هو بيخبرِك. في فرق بين الشكوى العادية وشكوى الإخبار. هو بيخبرِك إن هو ما كلش، هو بيخبرِك إن كذا، فما تقعدي إيه، نائر ونقير معاه. طيب، تتكلمي معاه بصراحة بدون أي اتهام، لإن الراجل زي ما قُلت لك بطبيعته ما بيحبش إيه، حد يتهمه، ودي بتبقى صفة عامة مشتركة ما بين الاتنين. الراجل دايمًا لمّا بييجي يقول لزوجته بيقول لها ما بيشتكيش، هو بيقول لها شكوى إخبارية، بيخبرها عن الشيء اللي حصل له. فبلاش الحتّة ديّة يا زوجة عشان تعرفي تضبطي الدنيا. تمام، اسمعي منّي، خُدي منّي. لكن الراجل بطبيعته هادي وعايز الكلمة الطيبة والكلمة اللي تريّحه، حتى لو في وسط الدخن اللي أنتم فيه وفي وسط المشاكل اللي أنتم فيها، حاول إن أنت كل واحد يتنقي ألفاظه ويقول كلام مرتب، والكلمة اللي ما لهاش لازمة تتقال ما تتقالش. تمام، عشان نعدّي ونشوف موضوع الطلاق الصامت ده اللي معظم بيوت المسلمين والبيوت كلّها قسمًا بالله بتعُج من الطلاق الصامت. أول حاجة يا زوجة، ربنا سبحانه وتعالى ادّى للزوج حق أصيل، اللي هو من باب يعني كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته. هو الزوج هو المسؤول عنِّك، فأنتِ لازم تسمعيه. الطلاق الصامت ده بييجي إزاي؟ بييجي إن واحد مخبّي فلوس عن مراته، مراته مخبّية فلوس عنه، بخيل. خلاص هي خدت بكل الأسباب اللي هو عنده الصفات الذميمة والعِبَر الذميمة فيه، فبتفقد الثقة بينهم، وبتبقى الحياة كلّها عَكِرة، والحياة كلّها نرفزة وكلّها شَد وجذب، وبتداس وبيروح في الموضوع ده كلّه نفسية الأولاد. لو كان عندكم أولاد ربنا يحفظه لكم، ربنا يحفظهم. ولو ما كنتش رزقت الأولاد، فاعرف لمّا ييجي لك ولد هتعرف تتعامل معاه إزاي. واللي لسه بيفكّر ي ي ينصح أخته، ينصح جارته، ينصح أي حد، عشان يا جماعة نقدر نحل المشكلة، وما نبُصّش في وِش الناس، ونبُص في وِش الناس وإحنا ماشيين. ما هو الناس اللي ماشية دي كلّها متجوّزين أو غير متجوّزين وشّهم شاحب وحزين، واللي جاي طالع من بيته قرفان وزهقان، والست بتروح الشغل وتقعد تقول لصاحبتها تصرصر ده جوزي بخيل، ده جوزي مش عارف إيه. وييجي مثلًا يكلمها يقول لها إنما إلى علمي مثلًا إن أنتِ قُلتِ عليَّ كذا، مين اللي قال لك؟ وتقعد تكذب ويفضل كل الحاجات دي يا جماعة بتهدم الثقة بين الزوج والزوجة. حاولي يا زوجة تطمنيه، يعني حاولي لمّا لو أنتِ لقيتِ مثلًا صفات عن زوجِك إن هو بخيل، أو إن هو بيخبّي عنِّك حاجة، أو متحفّظ على حاجات ما بيحبّش يقولها لِك، حاولي إن أنتِ يعني إيه، عارفة تحسّسيه كده إن إحنا روح واحدة، إحنا فريق واحد،
وتطمنيه ومش عارفه تتكلمي معاه، او عارفه، او انت عاوزه مثلا تعرفي مخبي فلوسه فين او بيعمل بيها ايه، حاولي تكلميه كده، مثلا تقول له مثلا ايه، ما تيجي نعمل خطه كده مثلا ايه لميزانيه البيت، ونقلل الدنيا شويه عشان برضو انت تفوق وكده. الراجل بيحب الكلام ده على فكره، ماشي، عشان توصلي اللي انت عايزاه. وحفزي دايما، ما تضغطيش عليه، زي مثلا لما يجيب حاجه مثلا في البيت كتير او شويه، شكرا جزاك الله خير، احسن الله عليك، ربنا يبارك في عمرك، شكرا يا حبيبي، تسلم ايديك. واه بقى لو مثلا جاب حاجه كده وفجاه كده، يعني علمتوا عيالك كده يروحوا لابوهم كده، شكرا يا ابي، شكرا يا بابا، شكرا يا دادي، اي حاجه انتوا بتقولوها. انا عن نفسي بقول ابي يعني، رغم ان انا بقول بابا وماما، لكن انا معلم عيالي، او انا بحب كلمه ابي وامي يعني. ربنا يحفظكم. وجبر الخواطر، طيبوا الخاطر كده، ويعني حاولوا ان انتم توصلوا للمشكله ديت بطريقه او اخرى، لان مفيش حاجه في الدنيا يا جماعه ما فيهاش مشكله. وقبل ما اختم يا جماعه، احكي لكم قصه حقيقيه حصلت معايا. كان ليا شيخي وتاج راسي، كنت اسميه الشيخ المفضال العالم والقارئ ذي الخصال. وكان فقيه، وكان يعني رجل معدد، ولكنه من اصحاب الحكمه، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. فكان عندي مشكلة، وكان في مشكلة تانية مع حد، وكنت رايح ايه يعني، واخد له ايه شوية مشاكل كده، وراح ايه اتكلم معاه فيها بسهرة لطيفة يعني. قلت له يا سيدنا نعمل ايه؟ قال لي شوف هقول لك على حاجة، طالما المشكلة بينك وبين مراتك، او المشكلة او مشاكل الزواج عامة، بتبعد عن الخيانة الجسدية اللي مفيش دين ولا منطق بيقبلها، رغم ان في الموضوع ده له علاج على فكره، بس هنتكلم فيه في حلقات بعد رمضان، اللي هو الخيانه الجسديه، وازاي تحل المشكله ديت وبدون طلاق، برضه بدون طلاق. هنتكلم فيها ان شاء الله في السلسله القادمه، دعواتكم. اي مشكله خارجه عن النطاق ده فتحل. طب ازاي يا مولانا؟ انت عارف هي قالت ايه، هو عارف قال ايه، وانا عمال اجيب له شاهد وهو يجيب لي شاهد، وهو قاعد يعني قاعد يقول لي قول 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 قول. انتوا عارفين قال لي ايه؟ والله ما هتصدقوا، عشان احل مشكله كبيره زي دي. ورده. قال لي خد ورده وانت مروح. والله العظيم كان لها اثر انا لن انساه حتى اليوم. وهقول لك على تجربه كده، اعملها وشوف هتنفع معاك ولا لا. لو زوجتك بتشتكي من بخلك، وان انت بتخبي عليها اسرارك واسرار الخاصه بيك جدا، اللي هي المفروض اصلا تعرف كل حاجه عنك، تعمل ايه عشان تعرف تتاكد ان هي يعني ثقة؟ لو قلت لها سر، او عرفتها فلوسك فين، او الحاجة اللي هي خايفة منها، ان انت بس تطمنها بيها. حاول تقول لها مثلا زي قصة، ما تكذبش. وفي امور مباح فيها ان الزوج يكذب على زوجته، من باب الاستمرارية والديمومة والحب والمودة وبينهما يعني. قول لها على فكرة انا مثلا ان شاء الله الايام اللي جايه ديت في حركه كده، يعني ممكن ربنا يكرمنا بيها. يعني شوف انت وضعك الاجتماعي او وضعك المادي عامل ازاي. ما تقولهاش مثلا ما يكونش انت اصلا ما تعرفش تجيب 100,000 جنيه، وتقول لها انا ممكن في مليون جنيه جايين، يعني اكيد مش لوجيك، يعني مش منطق ان هي تسمع. قول لها مبلغ بسيط جاي لي، وان شاء الله هعمل لك كذا وهعمل لك كذا، وادي لها امل في الحياه، وشوف الرياكت بتاعها، شوف لمعه عينيها عامله ازاي، واختبرها كده. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان صادق. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل لما السيده عائشه سئلت بعد فوت لما السيدة عائشة سئلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيسألوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للصحابة كان خلقه القرآن. وزي ما انتم عارفين يا جماعة من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعامل أزواجه ازاي. ومسألة إن ممكن إن كان يخبي عنها حاجة، ما كانش يخبي عنها حاجة، كان صريح وكان صادق أمين. وهي دي الصفة اللي كانت ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الصادق الأمين. فخليك صادق، وخليك أمين، وخليك مؤتمن، وخليك قد المسؤولية. وشوف المشكلة وعالجها إزاي، ودور على متخصص. ومفيش حاجة كبيرة، ومفيش حاجة تستاهل إن أنت تبقى بينك وبين مراتك طلاق صامت. والله يا جماعة المشكلة ديت احنا قتلناها بحثا، هي الطلاق الصامت، بين قوسين زي ما قلت، الموت البطيء. أهدى الله سركم وطيب خاطركم. أنا وحياتي، تحياتي.